تعال افكرك في 8 نوفمبر سنة 1918 ايه اللي حصل. اتولد اللاعب عبد الكريم صقر، واللي ما يعرفش عبد الكريم صقر ده كان لعيب للنادي الاهلي، وبقى اكبر صفقة ساعتها انتقال من الاهلي للزمالك ب 50 جنيه وقتها سنة 1938. على فكرة اللعيب اللي هيخش يسرش ويبحث عنه هيلاقيه ان هو هداف الديربي بين الاهلي والزمالك، وتاني هدافين نادي الزمالك في الديربي بعد مصطفى طه. اللعيب طب هتقول لي جايبه ليه وبتتكلم عنه ليه؟ لان هو ليه قصه كده كويسه حصلت، ان اللعيب ده كان هيحترف في هادرسفيلد انجليزي، راح هو وزميل ليه اسمه محمد الجندي عشان يحترفوا هناك، لكن اللي حصل ان هم هناك لما شافوهم ونزلوا اتمرنوا معاهم ولعبوا شويه، رئيس نادي هادرسفيلد قال لهم لا انا عايز اتعاقد مع عبد الكريم صقر بس، ولكن وقتها هو رفض وقال ان احنا جايين مع بعض، يبقى يا اما هنقعد مع بعض يا اما هنمشي مع بعض. وقتها كان التفكير شويه مختلف عن دلوقتي، وفعلا رفض ان هو يحترف من غير زميله ورجعوا مصر سوا. نتقابل بكره وتعالى افكرك.